لا والله ما اقدر ابعد عنك، بس لازم تعرفي ان اللي معاذ جاله ده الصح وده اللي حصل. ابوي وعمي مستحيل يعملوا كده ويقتلوا حد، حتى لو عملوا كده انا ما عارفش اب وعم غيرهم وشفت منهم، اللي متأكدة لو ابوي كان عايش مستحيل يعمل كل ده. انا ما اقدرش ابقى ضدهم علشان هم اكتر ناس ساعدوني، ومش قادرة اتوقع انهم ممكن يعملوا كده. بالله عليك يا زين بلاش تسيبني. مش هسيبك والله، خلاص ونامي دلوقتي. وخرج زين من الأوضة وهو ساند على معاذ ونزلوا لحديقة المستشفى. يعني ايه ملهاش اثر لحد دلوقتي؟ والله العظيم هنعرف مكانها على بكرة بالكتير، وعد مني بس انت ما تتعبش نفسك. كان زين ومعاذ بيتكلموا وما لاحظوش اللي لابسه نقاب وبتراقبهم من بعيد وعيونها مليانه بالدموع. ولما لاحظت ان زين هيشوفها خرجت بسرعه من المستشفى. وتاني يوم وقفوا كلهم قدام اوضه العمليات بتوتر، وعدت ساعات لحد ما خرج الدكتور فقرب من زين واتكلم باللغه الالمانيه. أخبرني ما هو حال أختي، هل هي بصحة جيدة؟ اطمئن أستاذ زين، كل شيء بخير والعملية نجحت، ولكن سننتظر حتى تستيقظ لنرى النتيجة. أشكرك كثيرا يا طبيب، وأوعدك عندما تسير أختي على قدميها مرة أخرى سأحقق لك أي طلب تتمناه. الدكتور بابتسامة: هذا عملي الأهم الآن أن تسير على قدميها مرة أخرى، وهذا أفضل شيء بالنسبة لي. شكرا جزيلا. ابتسم الطبيب ومشي. الحكيم قال ايه يا ولدي؟ قال ان العملية نجحت، بس مستني لما تقوم ونعرف النتيجة. ان شاء الله هتقوم وتمشي على رجليها مرة تانية. عرفت مكانها ولا لأ؟ ايوه عرفت، بس هاجي معاك. لا خليك هنا واني هاجي قبل ما امل تفوق. هاخد السواق معايا وخليك انت معاهم علشان لو حد احتاج حاجة. ومشي زين بعد ما أخد العنوان. أما نارين كانت واقفة في البيت وبتحاول تنظفه، ووقفت فجأة لما شمت ريحة زين المميزة. بالرغم من إنه مريض بس ريحته المميزة الساحرة مش بتفرقه. أهلا أهلا يا بيه، اتفضل. ضيرت نارين ولقت زين واقف قدامها بهيئته الرجولية اللي بتعشقها، بس ايديه فيها جروح عنيفة وجروح في صدره باينة من القميص. فبصت له بشوق وبس تصنعت الجمود. عرفت مكاني ازاي؟ اني هقعد هنا ومش هاجي معاك. بصلها زين ببرود وهو بيبص للمكان بسخرية. ومين قالك اني هاخدك؟ انا بس حبيت اعرف مرتي فين وخلاص عرفت. يعني ايه انت خلاص مش عاوزني عاد؟ لا مش عاوزك، اللي تسيبني وقت تعبي يبقى ما تلزمنيش. وخرج فلوس كتير وحطها قدامها. مرتي محدش يصرف عليها وكل اسبوع هيوصلك كل طلباتك. وكان هيمشي قطعته نارين بعياط: أنا بحبك وعملت كده علشان أنا بحبك والله العظيم. وقف زين مكانه ببرود وما بصلهاش وكمل طريقه. فقعدت نارين على الأرض وهي بتعيط: والله بحبك جوي ما تسيبنيش. أما زين فخرج من البيت وحس بألم شديد في راسه وبعد الدم على قميصه. فبص للجرح ولقاه بينزف وحاول يتحامل على نفسه. فقرب منه السواق: زين بيه انت بتنزف. فبصله زين وشايف الدنيا ضباب. فخرجت نارين بسرعة لما سمعت صراخ السواق: زين مالك في ايه؟ رد عليا. وهو كان مغمى عليه من التعب. فصرخت نارين وفي المستشفى وقف الكل قدام أوضة الفحص لحد ما خرج الدكتور: ها يا حكيم، زين كويس؟ الحمد لله ما تقلقوش، هو بس اتعرض لضغط نفسي والجرح اتفتح بس شوية وهيكون كويس. الحمد لله يا رب، إن شاء الله هيبقى كويس. وقعد سليم على الكرسي بتاعه. ومعاذ أخد نارين ومشى ووداها أوضة أمل. خليكي جنب خيتك لحد ما تصحى وواجهي مشكلتك. خلي خيتك تعترف بيكي وتحدتي معاها. أمل طيبة ومش بتكرهك، بالعكس هي بتحبك. وخرج وسابها في الأوضة. بصت لها نارين بعياط وقعدت جنبها وما قالتش أي كلمة. وبالليل فتحت أمل عينيها ولقت قدامها نارين: أخوي ومعاذ وأبوي فين؟ حمدلله على سلامتك، ما تخافيش زين تعبان شوية. بصت لها أمل وبدأت تحرك رجليها بتعب لحد ما نجحت. فبصت بسعادة وحاولت مرة تانية إنها تقوم بس ما قدرتش، عاوزة مساعدة. فقربت نارين وحطت رجليها على الأرض. أمل وهي ساندة عليها: أمل انتي واقفة على رجليكي، حاولي تمشي يلا حاولي. وبصت لها أمل بسعادة وحاولت تمشي فنجحت بس ببطء وهي ساندة على نارين. أني مشيت تاني، ساعديني يا نارين علشان أروح لزين، هو هيفرح لما يشوفني كده. أما عند زين كان على السرير وقدامه معاذ ففتح عيونه بتعب: حمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك. الحمد لله.
ودخلت أمل ونارين بسعادة، ومعاذ وزين فرحوا جدا، ما كانوش مصدقين من الفرحة. ودخل سليم ويحيى والكل كمان: سامحوني يا بنات، احنا غلطنا كتير جوي في حجكم. ودخلت الشرطة وقرب يحيى من زين ومعاذ وكلمهم بدموع: خلوا بالكم من العيلة ومن نارين وأمل وأمهاتكم، سامحونا كلكم. يلا يا حاج، عملتوا كده ليه؟ يلا فين؟ انتوا رايحين فين؟ الحاج سليم والحاج يحيى بلغوا عن نفسهم إنهم هم اللي خلصوا على عيلة مدام نارين، ولازم ناخدهم علشان نبدأ التحقيق. وهم عملوا كده علشان ضميرهم يرتاح ويحسوا إنهم قدروا يرجعوا لنارين وأمل شوية من حقهم. لا، أبوي وعمي ما عملوش حاجة، سيبوهم يلا. وقعد زين على السرير بتاعه وكمان معاذ: رايحين فين؟ انتوا ما عملتوش حاجة، سيبوهم. أمل يا بنتي خلي بالك من نفسك ومن معاذ وزين ومن خيتك وعامليها كويس. خلي بالك من نفسك يا بنتي، مش هسيبكم تمشوا، بالله عليكم خليكم هنا. وقربت نارين من أمل وحضنتها، ومشوا سليم ويحيى مع الضابط، فصرخت أمل في حضن نارين بشدة وهي بتعيط. أما زين ومعاذ قربوا منهم فوقية وفتحية وحضنوهم وهم بيعيطوا. وبعد مرور 5 سنين وقف زين ومعاذ قدام القبر وحطوا الورد عليه: انتوا وحشتونا جوي، كان نفسي تشوفوا ولادنا بعد ما كبروا، هم شبهكم بالظبط. المرة الجاية هنجيبهم معانا. أما في البيت بتاع العاصي، أمل كانت بتصرخ لبنتها حبيبة اللي بتعيط، فقربت منها نارين وشالتها: أمل ما ينفعش كده، شايفة البنت بتعيط إزاي؟ شايفة يا نارين عملت إيه في البيت؟ بوظته كله. طيب يا حبيبتي معلش صلحيها يا أمل، ما ينفعش كده، وأني هعلم كريم الأدب من أول وجديد. لا، ده جوز بنتي المستقبلي، يعمل اللي هو عاوزه. يلا يا حبيبتي روحي العبي. وجريت البنت بسرعة، ومرة واحدة صرخت أمل وقعت على الأرض. جريت عليها نارين: مالك، في إيه يا أمل؟ خلاص ما تزعليش، مش هضربها تاني، ما تزعليش بقى كده، تهون عليكي خيتك الصغيرة تزعليها. نارين حضنتها: مقدرش أزعل منيكي مهما حصل، انتي بنتي كمان مش خيتي بس، ربنا يخليكي ليا يا نارين يا رب. أما قدام البيت واقفين الحرس وشايفين كريم وهو بيضرب طفل بيضربه، واقفة جنبه بنت أمل وهي مبسوطة وبتضحك. فوصلوا زين ومعاذ وجريوا عليهم: كريم انت اتجننت، بتعمل ايه؟ اهدى يا حبيبي ما تزعلش، ده ضرب حبيبة وخلاها تعيط. ضرب حبيبة تروح انت عامل فيه كده؟ انت عورته، دي بنتك انت اللي المفروض تضربه، ابهات اخر زمن صح. بقول لك ايه، انا هبيعك لاي حد علشان زهقت منك، انت اتهبلت، خد خيتك وادخل يلا. وكانت نارين قاعدة على السرير بتبص على صورهم بابتسامة وهي بتغني بعشق، وفجأة لقيت ايد بتحضنها: زين حبيبي كنت فين؟ كنت بسمع صوت مرتي اللي بموت فيها، يلا قومي بسرعة علشان رايحين مشوار قبل ما ابنك الشرس يصحى. ضحكت نارين وبصت للساعة: احنا الساعة 12 بالليل يا حبيبي، وايه المشكلة؟ يلا هي مفاجأة، بس هغمض عينيكي من اول ما نركب العربية. ماشي يا حبيبي. وبعد ما عدى ساعتين وصلت عربية زين ووراه معاذ: ده اللي هناكل ايس كريم؟ استني بس واصبري، واوعي تشيليها من على عينك. اما زين كانت نارين ساندة عليه علشان تعرف تمشي، لحد ما وصلوا جوه وشالوا الغطا من على عيونهم، فلقوا ضلمة شديدة وفجأة أضاءت الأنوار، واتصدموا لما شافوا بيت والدهم كأنه قصر ملكي بديكوراته وتصاميمه الرائعة. ايه كل ده؟ عملته ازاي؟ مش دي كانت أمنيتك إنك تظبطي البيت وتعمليه جمعية للأيتام، ودلوقتي بقى جاهز؟ تعرف أني بموت فيك، إحنا حققنا أمنيتكم وهيكون أحسن جمعية للأيتام في مصر كلها. أمل حضنت زين: أنت أحسن أخ في الدنيا كلها، أنت اللي أحسن أخت يا ملاكي. طيب وأني؟ حضنته أمل بسعادة: وأنت أحلى زوج في الدنيا كلها. أنا مبسوط جوي إنك معايا، وإن شاء الله هنفضل مع بعض دايما. ونارين قربت من زين وحضنته: أنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، أنت عوض ربنا ليا، مهما حلمت ما كنتش هحلم بواحد زيك وإن يكون عندي زوج زيك. انت مش بس جوزي يا زين، انت اخويا وابويا وحبيبي وروحي وعمري كله. اني محظوظة علشان انت جوزي، أنا اللي محظوظ بيكي يا نارين، ومش بس بحبك، انت روحي والنفس اللي بتنفسه، انت نبض قلبي. خلص زين كلامه وقرب منها وبسها بوسة رقيقة. وكده تكون انتهت حكايتنا. بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تشجعوني باللايك والاشتراك في القناة والتعليق الجميل اللي بيساعدنا على الاستمرار. وإلى اللقاء في حكاية جديدة أخرى.